النهاردة هحكي لكم على قصة أخطر وأذكى سفاح حصل في التاريخ، والقضية بتاعته اشتهرت باسم سفاح الجيزة. الشخص ده هو قذافي فراج عبد العاطي. الحكاية بدأت في سنة 2015 لما تعرف قذافي على زوجته التانية فاطمة الزهراء وقرر إنه يتجوزها، وفي الوقت ده كانت بتربطه بنادين أخت فاطمة الزهراء علاقة غير مشروعة، وده كان قبل ما يقرر الجواز بفاطمة الزهراء. فطبعا نادين ساعتها هددته بإنها هتفضحه وتكشف أمره لأهلها، خصوصا وإنه كان مفهمهم إنه شخص في قمة الأدب وابن ناس ومتربي، وده اللي كان ظاهر فعلا لكل الناس مش لفاطمة وأهلها بس. فقررت نادين إنها هتحكي لأهلها على كل حاجة وتبوظ الجوازة. وهنا قام القذافي بارتكاب أول جريمة قتل في حياته، واللي كانت بتدل على ذكائه ومكره. تعالوا احكي لكم على الطريقة اللي قام بيها باستدراجها وقتلها من غير ما يسيب أي دليل ضده. نادين في الوقت ده كانت بتعمل إعلانات وكانت بتحب التمثيل جدا، ففهمها القذافي إنه على علاقة بمنتج فني كبير قوي، وبالفعل وقعت نادين على عقد عمل وتصوير إعلانات لسلسلة منتجات مستحضرات تجميل، واشترط العقد إن يكون التصوير في الغردقة، وبعد كده السفر لباريس وبعدين لعمان. وبتاريخ 13 مارس 2015 حضرت نادين شنطتها استعدادا للسفر لتصوير الإعلانات في الغردقة وبعدين السفر لباريس زي ما فهمها القذافي والمنتج صاحبه، وخرجت من بيت أهلها في الهرم على الأساس ده. وفي نفس الشهر وتحديدا في يوم 30 مارس 2015 كتب القذافي كتابه على فاطمة الزهراء أخت نادين. وفي الوقت ده كانت بتوصل لأسرة نادين من وقت للتاني رسائل منها بتقول فيها إنها بتصور فيلم وإعلانات في باريس وإنها مش فاضية، وأول ما تخلص هترجع على طول. وكانت بتطمنهم عليها من خلال الرسائل دي، لكن ما كانش فيه أي مكالمات تليفونية خالص ما بينهم. ولما حاولوا يتصلوا بيها لقوا تليفونها مقفول، فطلبوا من القذافي إنه يعرف لهم مكانها باعتباره هو اللي عرفها على المنتج ده. فوهمهم إن بنتهم اتعرفت على مخرج سينمائي وهربت معاه وما يعرفش عنها أي تفاصيل، لا هو ولا المنتج صاحبه. ولكن في الحقيقة إنه كان قتل نادين فعلا ودفنها. وفي نفس الوقت ده تقريبا كان قذافي بتجمعه صداقة مع واحد اسمه المهندس رضا، وكان شغال في السعودية، وكان بيحول لقذافي فلوس أول بأول علشان القذافي يستثمر له فلوسه دي في مجال العقارات على اعتبار إنها شغلته، وأقنعه إنها بتكسب كتير قوي، وأقنعه كمان إنه يعمل توكيل رسمي علشان يقدر يمضي على أي أوراق تخص الاستثمارات دي على ما هو يرجع من السفر ويمضي على الحاجات دي بنفسه. ولكن بعد 3 سنين بدأ يشك المهندس رضا في قذافي، خصوصا إن ما كانش فيه أي عائد مادي من وراء الاستثمارات دي كلها، وكان حجم التحويلات المالية اللي بعتها المهندس رضا القذافي وصلت لحوالي 3 مليون جنيه. فقرر إنه يرجع مصر علشان يتأكد بنفسه من المشاريع والاستثمارات اللي عملها قذافي ب3 مليون جنيه. فلما قذافي عرف قرر إنه لازم يقتله، وراح قابله في المطار وعزمه على أكل في شقة من الشقق اللي كان شاريها باسمه. وفي الأكل ده كان قذافي حاطط سم للمهندس رضا، وبمجرد ما أكل المهندس رضا بدأ يحس بألم في بطنه لحد ما مات. فأخدوا قذافي ودفنوا في أوضة من الأوض كان محضر فيها حفرة علشان يدفنوا فيها. وعلشان يضلل أهله أكتر بعت رسالة من تليفون صديقه المهندس رضا على رقم مراته بيقول فيها إن الشرطة قبضت عليه وإنه مش عارف أي تفاصيل ولا عارف إيه السبب لحد دلوقتي. وبعدين قفل التليفون علشان يضمن إن محدش من أهل المهندس رضا هيتصلوا بيه علشان يفهموا إيه الموضوع. ولكن طبعا بعد 5 سنين وبعد القبض على قذافي أهل المهندس رضا عرفوا إن هو اللي باعت الرسالة دي، وهقول لكم إزاي عرفوا. بس الأول خلينا أقول لكم مين كانت الضحية الثالثة لقذافي. الضحية الثالثة لقذافي كانت زوجته الأولى فاطمة زكريا، واللي قتلها بعد ما شكت فيه إنه نصاب وإنه مزور أكتر من بطاقة شخصية. فاتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة جدا، وهددته بإنها هتبلغ عنه البوليس لأنها شكت إنه نصاب بسبب وجود كل البطايق دي معاه. فقرر قذافي في الوقت ده إنه يقتلها، وفعلا بنفس طريقة قتله لصاحبه قتلها هي كمان. حط لها السم في الأكل، وبعد ما ماتت قطع جثتها لقطع صغيرة ودفنها في نفس الشقة اللي دفن فيها صاحبه. وبعد كده قرر إنه يجدد الشقة كلها ويعرضها للإيجار، وفعلا عمل كده وغير كل حاجة في الشقة وغير السيراميك كله وأجرها لمدة 4 سنين، ومحدش من اللي أجروا الشقة حس بأي حاجة. وبعد ما قتل قذافي زوجته الأولى راح لأهلها وقال لهم إنها سرقت منه فلوس واختفت وإنه ما يعرفش مكانها. فراحوا أهل زوجته فاطمة وعملوا فيه بلاغ بيتهموه فيه إن هو اللي ورا اختفاء بنتهم، ولكن ما كانش فيه أي دليل ضده ساعتها. وفي 2017
راح القذافي باع كل ممتلكات المهندس رضا بموجب التوكيل الرسمي اللي كان عامله له، وساب الجيزة وسافر اسكندرية. بس قبل ما يسافر بعت رسالة من رقم مجهول لمحامي المهندس رضا بيقول فيه إنه مقبوض عليه وعمال يترحل كل شوية من مكان لمكان. وفي الوقت ده عرف محامي المهندس رضا بالصدفة إن كل ممتلكات المهندس رضا اتباعت، واللي باعها هو قذافي. فراح على طول المحامي عمل بلاغ ضد قذافي بيتهموا فيه بإنه هو سرق ممتلكات المهندس رضا وإن هو اللي ورا اختفائه. وعرف ساعتها إن في قواضي كتير نصب مرفوعة على قذافي. أما قذافي فكان في الوقت ده في اسكندرية، ولكن مش بصفته ولا اسمه الحقيقي، لأنه كان عمل بطاقة شخصية باسم المهندس رضا، وفهم كل الناس اللي يعرفوه هناك بإنه هو المهندس رضا، وإنه بيشتغل في هندسة الإلكترونيات. وتعرف في اسكندرية على ياسمين اللي أقنعها إنه مهندس جامد جدا وعنده أفكار استثمارية هايلة، وبدأ ياخد منها فلوس علشان تستثمرها معاه، وكمان كان وعدها بالجواز. ولكن بعد مرور وقت طويل جدا ياسمين ما لقتش أي حاجة من اللي وعدها بيها القذافي بتحصل، سواء في الجواز أو العائد المجزي من ورا الاستثمارات اللي بيقول عليها. فطلبته بفلوسها، فقال لها إنه ما معهوش فلوس سايلة دلوقتي، ولكن ممكن يديها أجهزة كهربائية من المخزن بقيمة الفلوس دي، وطلب منها إنها تجيله على المخزن بالليل علشان يسلمها الأجهزة. وأول ما راحت المخزن ضربها على دماغها بآلة حادة وخنقها لحد ما ماتت، وبعدين دفنها في حفرة كان حفرها قبل كده. وبعد فترة اتعمل محضر باختفائها، بس برضه ما كانش فيه أي أدلة ضده. وبعد ما تخلص من ياسمين اتعرف على دكتورة صيدلانية اسمها نهى، وكانت من عيلة كبيرة قوي وغنية، واتجوزوا لمدة 3 شهور. وبعد كده طلبت منه الطلاق وهو وافق على طول، بس قرر إنه لازم ينتقم منها بس بشكل جديد. المرة دي كانت سرقة مش قتل، وده لأنهم كانوا أغنياء جدا. فراح على بيت حماه وحماته وهو متنكر ولابس نقاب، وفتح الشقة وكان عارف إنهم مش موجودين، وسرق كل الفلوس والذهب اللي كانت في الشقة وهرب. ولكن لما رجعوا البيت واكتشفوا السرقة، أول حد شكوا فيه هو قذافي، والمعروف ليهم باسم المهندس رضا. فبلغوا عنه، ولكن طبعا مش باسم قذافي، باسم المهندس رضا اللي انتحل شخصيته. وبعد كده ساب قذافي شقته وغير سكنه وكل أوراقه وبطاقته الشخصية، وسمى نفسه محمد مصطفى. وتعرف ساعتها على مي، وكانت برضه من أسرة غنية جدا، فحاول إنه يظهر قدامها بمظهر حلو علشان يزغلل عينيها. فأخد مجموعة من الذهب اللي سرقه من شقة أهل مراته الصيدلانية وراح علشان يبيعه، وفعلا قدر يبيعه بسهولة ومحدش شك فيه. أما الشك فعلا حصل في المرة التانية لما أخد شوية ذهب أكتر شوية من الأول وراح علشان يبيعهم. فصاحب محل الذهب شك لما لقى مواصفات الذهب اللي جاي القذافي علشان يبيعها هي نفس مواصفات الذهب اللي الشرطة نشرتها، وده بعد ما أهل الصيدلانية قدموا بلاغ بسرقة ذهبهم. فقام صاحب محل الذهب بلغ الشرطة وقال لهم إن في واحد جاي يبيع ذهب مواصفاته نفس مواصفات الذهب اللي في المنشور. فطلب منه الضابط إنه يعطله لحد ما يجوا، وفعلا راحت الشرطة لمحل الذهب وقبضوا عليه. ولأنهم في الوقت ده كانوا عارفين إنهم قبضوا على شخص اسمه المهندس رضا زي ما أهل زوجته الصيدلانية قالوا في المحضر، فطبعا قاموا بعد كده بإبلاغ أهل المهندس رضا الحقيقي اللي عملوا محضر قبل كده باختفائه إنه تم القبض عليه وهو دلوقتي موجود عندهم في اسكندرية. فراحوا طبعا أهل المهندس رضا علشان يشوفوه، ولكن أول ما شافوه لقوا إنه مش المهندس رضا وإنه القذافي صاحبه. وفي الوقت ده كان أصلا مقبوض عليه وهو باسم محمد مصطفى. وبعد التحقيقات اعترف قذافي بكل التهم اللي عملها، واعترف بمكان دفن الضحايا كلهم. وفي 21 مارس 2022 تم الحكم عليه بالإعدام. ودي كانت قصة سفاح الجيزة اللي شغلت الرأي العام. أنا هند التركي ودي قناة حكاوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي.